كل ما نكبر في العمر نكتشف أن أهم شيء في الحياة هو الستر والصحة وراحة البال والخروج من الدنيا بسلام وعلى خير، وأن لا يشكون أحد إلى الله. ازيكم عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يوم جديد وفيديو جديد. وفيديو النهاردة بيتكلم عن ايه؟ فيديو النهاردة بيقول لحضرتك اوعي تشيلي هم حد، كفاية همك، ما تشيليش هموم حد. كتر الهموم بتقصف العمر وبتعجز الوش، وبتخليكي بدل ما كان سنك 20-30 سنة تلاقي عندك 40 أو أكتر. دايما خلي وشك بشوش بيضحك، دايما خليكي متفائلة. سيبك من الناس السلبية، الناس اللي تقعد تحبط فيكي وتكسر أهدافك، سيبك منهم. خليكي إيجابية، انت عارفة الصح فين والغلط فين، فكبري دماغك. ما تفضليش قاعدة حاطة ايدك على خدك طول النهار مستنية زوجك يتعدل في معاملته معاكي او اولادك يذاكروا وينجحوا، وتفضلي يا واد ذاكر يا حبيبتي ذاكري، وتتعبي اعصابك وتتنرفزي وضغطك يعلى. هم احرار، محدش هيجيب ويديكي. اللي بينجح نجح لنفسه ومستقبله وهينفع اولاده بعد ذلك، واللي مش هينجح بكرة الدنيا تديله على قفاه ويقول يا ريت كنت سمعت الكلام. سيبي كل واحد حر، انتي أسستيهم وعرفتيهم أقل حاجة القراءة والكتابة، عرفتيهم يقروا ويكتبوا، ومهلتيهم للدنيا وكبروا وفهموا وعرفوا كل شيء. زي ما بيمسكوا الموبايل ويفصصوه حتة حتة، هما برضو يقدروا يذاكروا ويجتهدوا وينجحوا، بس هما عاوزين كل حاجة جاهزة سهلة، مفيش صبر. كبري دماغك يا حبيبتي، وربنا ما كلام بقوله وخلاص. انت شفتي طريقة تربيتك انت واخواتك ازاي، وشفتي تربية الجيل الغريب ده، وفي الاخر كل واحد بياخد نصيبه من الدنيا والمكتوب له. حبي اولادك، حبي بيتك، بس حبي نفسك اكتر، احترمي نفسك اكتر، ما ترخصيش نفسك. المكان اللي هتروحيه ويقل منك ما تخبطيش عليه تاني. ما تتكلميش مع حد شايفك اقل منه او بيتجاهلك عمال على بطال، او بينتقد فيكي او بيتنمر عليكي. ابعدي عنه، خسارته مكسب ليكي صدقيني. في اللي بابك عليكي، ملكيش دعوة بحد، خليكي في حالك. هتعيشي احلى عيشة، هتعيشي احلى حياة. زوري اهلك، اهل زوجك المقربين بس، وكفاية كده. وفي اخر الفيديو هقولك كبري وفخمي في نفسك، وخلي عندك عزة نفس وثقة. ومع السلامة.